السلام عليكم ورحمة الله. بمجرد إعلان اسم الأجهر اللي هيقوم ببطولته النجم عمرو سعد في رمضان 2023، أول ما الناس سمعت الاسم ده، الناس زي ما بيقولوا كده مش قادرة تستحمل المسلسل ده اللي متعرض دلوقتي. كمان المسلسل ده رغم إن هو هيتعرض في كمان في تيمته شكلها جديدة جدًا، إن هو هيتعرض في أفريقيا وعمرو سعد هيتاجر في تجارة الألماس. رغم إن بعض الناس أكدت إن هو برضه بيعيد نفس الأفكار اللي قعدها في ملوك الجدعنة وقعدها كمان في توبة. لأ، الراجل تحس إن هو بيقدّم كل سنة بيقدّم حاجة جديدة وحاجة مختلفة. المرّة دي تحس إن هو بيعتمد إنه أصلًا يكون في حتّة أفريقية، يشوف بيئة جديدة، نشوف حتّى أفكار مختلفة حتّى في القصة. الراجل ده بيعتمد على ذكائه جدًا الفني، إنّك تدوّر على حاجة يكون جدًا تبقى مضمونة في النجاح، وفي نفس الوقت تنجح على فكرة وتكسّر الدنيا. كمان اللي بيعمل كمان بيهتم كمان بلغة الشباب اللي هي اللغة الكلام التقيل ده بتاع الشارع عمومًا، هو وكمان أحمد العوضي. أنا باعتبر على فكرة عمرو سعد ده هو ميسي الفنانين. حابب أحكي لحضراتكم بقى قصة المسلسل. المسلسل بيتكلم عن مصطفى الأجهر اللي هينشأ في إصلاحية بعد وفاة والده ووالدته في منطقة الدرب الأحمر. الراجل بسبب عشقه للذهب والماس هيبدأ يتحرك لمدينة كينيا، ويبدأ يبقى تاجر في منطقة في المناطق الغير مشروعة دي. كمان هتنشأ ما بينه وما بين عداوة ما بين عمرو عبد الجليل، وهتبدأ مين اللي هيبقى أكتر كبير السوق في منطقة كينيا. كمان هتنشأ قصة حب ما بينه وما بين درة في المسلسل ده، رغم إن أنا شايف إن مفيش أوي تلاؤم ما بينه وما بين ما بين درة على فكرة في المسلسل. كمان بعض التكهنات أكدت إن هو هيغني في المسلسل ده على فكرة، يعني هيغني مهرجانات في المسلسل ده. كمان المسلسل ده على فكرة كله نجوم، الاستاف كله نجم. يعني شفنا سارة سلامة وشفنا أحمد مجدي وشفنا كمان سيد رجب وشفنا عمرو عبد الجليل بقصة جديدة وشكل مختلف، وشفنا مثلا درة وشفنا كل نجوم صف أول. وده صعب جدا على أي مخرج إنه يعرف يوظف كل فنان في المنطقة دي. بس من الفكرة من البرومو إن إحنا شفنا فعلا المخرج قادر يسيطر على أبطال العمل. كمان شفنا كمان كادرات محترمة جدا من على فكرة محمد ياسر سامي، كادرات محترمة جدا على فكرة، واللقطات وكادرات يعني حاجة محترمة. وأحسن لقطة والشناوي يزعق شفتوه لفتوح وفتوح يزعق للوينج، طالما بنتغلب الفريق كله يزعق لبعض. انا عايز شكل، يلا روح. الراجل اللي في الصورة ده على فكرة. أنا معاكم إنه نجمته اتأخرت، وهو المفروض كان عمل بعد عمل نجمه يعلى في السما حتى في السينما حتى يهتم. الراجل ده بعد المسلسل ده هيعمل فيلم في أوروبا، تخيلوا بقى. يعني فيلم أوروبا ده أعرفه إنه هيخش نجوم هوليوود. كمان فكرة إنه يحافظ على الدراما اللي هي الشعبية عموما والشارع والحارة، دي حاجة كويسة جدا. مش تقليد والله يا جماعة ولا افتقار للأفكار، لأ. عادل إمام كان بيعملها ودي كانت سبب نجاحه على فكرة وخلته في القمة. الراجل ده استنوه، الراجل ده بس شوية إعلام كده وسوشيال ميديا على النت والكلام من ده، الراجل ده نجمه هيعلى في السما أكتر وأكتر. تابعونا على قناة VIP سينما. أشكركم جدًا، مع تحياتي لكم كلكم، هادي أحمد.